مجددا وليس آخرا، الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري. المباراة المعروفة باسم الديربي، هي طبعا ليها كذا مسمى زي الديربي، زي القمة، زي الكلاسيكو، سميها زي ما انت عايز تسميها. المباراة اللي هتتلعب ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي الساعة 8 بالليل على استاد القاهرة الدولي. والمباراة دي بتكون قمة مباريات الدوري المصري او المباريات اللي بتتلعب في مصر عموما، لان الاهلي والزمالك فريقين من اقدم واعرق الاندية اللي موجودين في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي، وكمان اكبر فريقين عندهم القاب وقاعده جماهيريه في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي. والمباراه دي بيبقى ليها عدد مشاهدات كبير جدا، سواء اذا كان في مصر او من خارج مصر. ودايما الاهلي والزمالك بينهم منافسه شرسه قوي من زمان ولسه مستمره وبرضه هتستمر في المستقبل. ولما بيخشوا الاثنين اي بطوله دايما بيخشوا ينافسوا عليها، وغالبا هما الاثنين اللي بيوصلوا للنهائي وفريق منهم هو اللي بيكسب البطوله. والمباراه ما بين الاهلي والزمالك دايما بتبقى بمثابه بطوله حتى لو ما كانتش على بطوله. يعني ممكن مباراه تبقى عاديه خالص في الدوري، فريقين واحد متصدر الدوري وواحد متذلل الترتيب، الا انها بتبقى مباراه مهمه قوي للفريقين. حتى الفريق اللي بيكسب تحس ان اللعيبه بتاعته والجمهور يقول لك يا باشا انا متكيف ناو، انا مش عايز حاجه تاني، لا دوري ولا القاب. انا طالما كسبت الاهلي او انا كسبت الزمالك انا مش عايز حاجه تاني. فالمباراه ما بين الاهلي والزمالك بتبقى مهمه جدا جدا. وعلى فكره المباراه دي عمرها ما كان ليها توقعات. لو انت شايف ان المباراه دي عشان في فريق ماشي بشكل كويس قبل المباراه بماتشين ثلاثه فهو الاقرب للفوز، اه ماشي انا معاك. بس انت لو بتقول مثلا ان هو ده فعلا الفريق اللي هيفوز، لا معلش حقك عليا انت غلطان. لان السنه اللي فاتت الاهلي كان ماشي بشكل كويس قوي وكسبان خمس ست ماتشات قبل ماتش القمه، والزمالك كان تعثر في كذا ماتش، وجه ماتش الاهلي لعب بشكل كويس قوي وباداء عالي والمباراه خلصت بالتعادل. فعمرها ما كان ليها توقعات. انما احنا لو هنتكلم السنه دي عن تكتيك المباراه ومين هو الاقرب للفوز، فاحنا طبعا زي ما كلنا بنقول ان الزمالك هو اللي ماشي بشكل كويس. فتكتيكيا بقى للمباراه على الورق الاهلي تقيل جدا وعنده اسماء هي الاتقل في القاره، واللعيبه تاكل الاخضر باليابس بكل حاجه. عمليا بقى واحصائيا وبالترتيب والمباريات واللعب، الزمالك هو اللي متصدر الدوري والاهلي في المركز الرابع بعد ما كان في المركز ال 11، وقبليه تقريبا من المركز ال 16. فانت متخيل الاهلي عنده اسماء مرعبه، لان الاهلي بيقدم اداء وبادئ الموسم ده بدايه غير طيبه وغير مرضيه وغير مقنعه لاي حد بيشجع كوره، حتى لو حتى لو من مش مشجعين الاهلي. لو واحد مشجع عادي في اي بيشجع اي فرقه في الدوري هيقول لك فعلا الاهلي دي اسوأ بدايه في تاريخه. ما حصلتش من سنين، ولما حصلت من سنين ما كانتش بالشكل السيء ده. الاهلي السنه دي عنده لعيبه كتير جدا، ولكن للاسف ما بتقدمش المردود المطلوب. لا على خط الهجوم الاهلي بيهاجم بشكل حلو، ولا خط الوسط الفريق متزن، ولا خط الدفاع الفريق بيدافع. الاهلي كل ماتش سجل فيه اهداف استقبل اهداف. ماتش مودرن سجل هدفين واستقبل هدفين. مباراه فاركو فاز 4-1. مباراه انبي اتعادل 1-1. المباراه الاخيره بتاعه حرس الحدود